ورجعت لكم تاني مع فيديو جديد. أحلى أحبابي وأحلى أصحابي، شكرا لناس الجميلة وشكرا لتعليقاتهم على الفيديوهات بتاعتي، بشكركم كتير والله. ربنا يا رب يجعلكم ليا سند طبعا في قناتي. شكرا ليكم يا حبايبي. طبعا الفيديو اللي فات كنت وريتكم الطقم بتاع الطاقية والكوفية الجنجاه، وقلت لكم المرة الجاية في فيديو جديد هعمل ليكم الكوفية بتتعمل ازاي. طبعا النهاردة احنا هنعمل الكوفية عريضة شوية. طبعا ده تحت ايه، بمزاجك. انت بتعملي السلاسل، بتشوفي انت عايزاها كده او عايزاها اكبر براحتك. ممكن تكبري اكتر، ممكن تصغري تخليها اكنس براحتك. احنا النهاردة هوريكم بس شغل الطاقية، قصدي اسفة، شغل الكوفية العريضة بتتعمل ازاي في العرض بتاعها. طبعا بنشيلها كده. طبعا انتوا زي ما انا قلت لكم بحب اشتغل بابرتين. في ناس بتكبر الغرزة وتفردها شوية، في ناس ايديهم ما بتعرفش تشد الغرزة، يعني بتعملها ضيقة. فعشان ما تتعبيش نفسك جيبي ابرتين، هاتي واحدة اكبر وواحدة اصغر. هنشتغل بالكبير من تحت كده عشان تبقى مفرودة معانا. انا بعمل شغل كده يا جماعه. في ناس بتقولك لا مش مشكله تعملي كده، كبري بايدك بس ايه، ارفعي الغرزه، برضو مش هنتحكم فيها، هي الابره اللي بتتحكمي فيها. طبعا انا بعمل اهوت، بتاخدي فتله على جنب كده، بتعملي اهي بداية قفلان الغرزة زي ما احنا بنعملها. خلي بالكم ليها كتير قوي ناس بتعملها مختلفة، كل واحد زي ما عايزة تعمليها السحرية، عايزة تعمليها. بصوا بتتعمل كذا حاجة. انا ايه عايزة اعمل بقى كوفية عريضة. هبدأ بالابرة اهي الكبيرة اهي اللي هي 5، وهشتغل من فوق بالأربعة. بعمل ايه اهو، بتمسكي بالصباعين كده، بتبدأي تعملي السلاسل بتاعتك عادي خالص. بصوا واحدة واحدة كده اهو، واحد واحد اه، بالمنظر ده كده. طبعا انتي ملهاش عدد، انتي حرة، عايزة ملهاش عدد. هي بصي بالويم كده اعرفي انتي عايزاها عريضة ولا كنزة اهو. بصوا بالمنظر ده كده. بصوا دي طبعا اعرض شوية، عايزة تقللي وتعملي اكنس عادي مفيش اي مشكلة. خلاص انا عايزاها عريضة زي اللي وريتها لكم. بعمل ايه بقى، بطلع سلسلة كمان. ليه بطلع سلسلة؟ عشان انا هعمل السطر الاولاني غرز حشو. بداية الكوفية بتاعتي هعمل غرز حشو اهي، السطر الأولاني كله بغرزة الحشو اهو. شايفين؟ يا رب تكون الكاميرا مبينة معاكم الغرزة. بصوا خيط فيه لمعة جميلة جدا، دوت لما هتتعمل هتبقى شكلها جميل جدا. طبعا انا بعملها المرة دي برضو جراني، بس مش ايه كنزة، لا بعملها عريضة اهو. بوريكي ان انت لما تيجي تعمليها عريضة، بصي ملهاش مقاس اهو، عادي انت بالويم كده بدل ما تقعدي تقيسي وتحيري نفسك. لا اهو. في ناس بتغلط في عد الغرز، وفي ناس بتبقى مش عارفة. انا بحب ان انا ايه بالويم كده خدها اهو. بصوا غرزة الحشو جميلة ازاي، تحسوا ان الفتلة ليها كده صوف جميل من فوق كده زي صوف بوبرة. بصوا طبعا عايزة تعمليها بالمقاس اعملي، عايزة تعمليها بالغرزة اعملي، يعني بالعدد الغرز اعملي. بس انا بقولك حتى لو عملتيها بالويم كده برضو هتبقى جميلة معاكي. بصوا عريضة اهي جميلة
في الشغل بتاعها هتبقى جميلة. بعمل ايه؟ الحتة اللي على جنب كده اقفلي منها الفتحة بتاعتك دي كده عشان ما تبقاش باينة. خلاص انا عملت السطر الاولاني اهو، بصوا اهو بالمنظر ده. خلاص بقى هشيل الابرة دي، اجيب الابرة بتاعتي الصغيرة. بعمل ايه؟ بطلع 2 سلسلة، بتلف الشغل بتاعك اهو. في اول غرزة انا طلعت منها هعمل تاني جنبها 2 عمود. شايفين اهو بالمنظر ده كده 2 عمود بقوا 3. خلاص بلف الخيط، بسيب الغرزة الاولى، الغرزة التانية، في الغرزة التالتة هعمل برضو فيها 3 عمود اهو. بلف الشغل، بسيب الاولى، بسيب التانية، بخش في التالتة، برضو بعمل 3 عمود في نفس الغرزة اهو. بصوا بصوا جميلة ازاي، ماشية جميلة ازاي. بتلف الخيط، بتسيب الاولى، بتسيب التانية، بتدخلي في التالتة اهو. برضو نعمل اهو 3 عمود، برضو بتسيب الأولى، بتسيب التانية، بتخش في التالتة اهو. برضو نعمل 3 عمود اهي. شايفين في الجمال ده؟ بصوا بصوا المنظر في منتهى الجمال ازاي. شفتوا بقى العريضة برضو بتبقى جميلة مش وحشة اهو. بسيب الأولى، بسيب التانية، الغرزة التانية، بخش في التالتة اهو. بعمل برضو 3 عمود بالمنظر ده كده. بلف الخيط، بتسيب الأولى، بتسيب التانية، بتخش في التالتة، برضو تعملي 3 عمود. بصوا جميلة جميلة جميلة. العريضة برضو بحبها برضو ايه عن الكنزة، بحس انها ايه شكلها بتبقى اجمل كده، مش عارفة ليه الصراحة. ادي 1 2 بخش في التالتة. خلاص كده جينا في التالتة، تعملي عمود بس اهو. ليه؟ عشان بدأت هطلع السطر التاني اهو بالمنظر ده كده. بتعملي ايه؟ بتطلعي 2 سلسلة. هنا بقى في كل فتحة هعمل برضو اهو غرزة اهو بالمنظر ده اهو. خلاص في الفتحة ديت بلف الخيط، باجي بقى بسيب ال3 العمود ده، باجي في الفتحة ديت برضو اعمل 3 عمود اهو. شايفين؟ بعمل بقى في الفتحات اهي اللي هي كانت دي اهو. بلف الخيط، بتسيب ال3 عواميد دول عادي اهو. بنعمل 3 عمود اهو. شايفين بالمنظر ده؟ برضو بلف الخيط، باجي في الفتحة دي اعمل برضو 3 عمود اهو. بصوا سطر اهو في منتهى الجمال، الشكل بتاعه جميل اهو. بلف برضو الخيط، بعمل اهو 3 عمود. بتني اعمل كده اهو. المنظر ده كده انا حبيت اوريكم العرض بتاعها. بصوا جميلة ازاي زي اللي فاتت. يعني احنا لو قسنا ديت على ديت هتلاقوها العرض بتاعها. عايزة تعملي اكنس مفيش مشكلة، نعملها لغاية هنا براحتك اهو، هتبقى كنزة. بس انا بقول في الاعرض بتبقى اشيك شوية برضو، علشان عايزة تدفي اكتر رقبتك او حاجة، بتبقى شكلها جميل.
طبعا أنا بشكركم وبشكر أصحابي اللي بيكتبوا لي التعليقات الجميلة. طبعا أنا إن شاء الله لما أخلص الكوفية دي، هي كلها عبارة عن غرزة الجراني بس بالعرض، إن إحنا بنشوف عرض الكوفية بس قد إيه. شكرا ليكم وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.